سلام عليكم. يومكم مزقط. المكان كوكب الارض. الزمان من 2 مليار و500 مليون سنه فاتت. كان في ايه وايه اللي حصل؟ ازاي القشره الارضيه اتطورت؟ ويعني ايه قاره عظمى؟ وايه هي القارات دي؟ ازاي الجبال اتطورت؟ وايه كان دورها في تغيير شكل الارض؟ هو الموضوع ده مهم؟ طب مسلي؟ صلوا بينا على النبي وتعالوا احكي. تخيلوا انكم عايشين في عالم غريب، بحر من الحمم البركانيه، هواء سام، وكوكب بيتعرض لقصف نيزكي على مدار الساعه. ده كان شكل الارض في الظهر الاركيان ايه. لكن زي اي فيلم الدراما بتاعته حلوه، لازم يجي وقت التغيير الكبير، وده بالظبط اللي حصل لما دخلنا في ظهر جديد، البروتيروزوم. احنا النهارده هنتكلم عن الظهر الثالث او العهد الثالث في تاريخ الارض، البروتيروزوم. الاسم ده زي ما اكيد خمنتوا جاي من اليونانيه وبيتكون من كلمتين، بروتيرو معناها الاول او المبكر، وزوج ومعناها الحياه او الكائنات الحيه. يعني ببساطه الاسم معناه الحياه المبكره. صحيح ان الظهر الاركي انتهى مع وجود الكائنات الاوليه، لكن المقصود بالكائنات المبكره هي الحياه المتنوعه اللي نعرفها دلوقتي. الفتره دي بدات من حوالي 2.5 مليار سنه لحد 541 مليون سنه قبل الميلاد. يعني يا دوبك حبه وقت صغيرين كده كانت الارض فيها والجو والمحيطات والحياه لسه بيكونوا نفسهم. الاركي كان ظهر فوضوي شويه، الارض كانت سخنه بشكل جنوني، الغلاف الجوي كان عباره عن كوكتيل سام من الميثان وثاني اكسيد الكربون، والمحيطات كانت مليانه حديد دايب بيخليها بلون الصدى. لو ما شفتوش الحلقتين بتوع الظهر الاركي ارجعوا شوفوهم، هسيب لكم الروابط بتاعتهم. لكن مع دخول البروتيروزويك بدات الارض تهدى شويه بشويه، والبيئه اتغيرت بشكل تدريجي. بس التغيير ده زي اي حاجه عظيمه في التاريخ ما كانش سلمي ابدا. يعني ايه الارض عملت انقلاب على نفسها؟ مش بالظبط، بس اللي حصل كان قريب جدا. واحدة من أهم الحاجات اللي ميزت النقلة من الأركي للبروتيروزويك كانت كارثة الأكسدة العظيم، The Great Oxidation Event. الحوار ده حصل من حوالي 2.4 مليار سنة. ببساطة ده الوقت اللي ظهر فيه الأكسجين لأول مرة بكميات كبيرة في الغلاف الجوي. قبل كده كان الأكسجين مجرد غاز نادر ومحدود، وكان الكوكب مليان بغازات تانية زي الميثان وثاني أكسيد الكربون. بس فجأة بفضل الكائنات الصغيرة جدا زي السيانوبكتيريا، واللي بدأت تعمل عملية التمثيل الضوئي الفوتوسينثيسيس زي ما قلنا الحلقة اللي فاتت، في الظهر الأركي الأكسجين بدأ يزيد تدريجيا في الجو لغايه ما وصلنا للبروتيروزوم. لكن السؤال هنا ايه اللي حصل لما الاكسجين بدا يظهر؟ هل كل الكائنات كانت سعيده بالتغيير ده؟ الاجابه القصيره لا. الكائنات اللي كانت عايشه في بيئه خاليه من الاكسجين لقت نفسها في زنقه، وكان في تغييرات جذريه في الكائنات الحيه. الاكسجين بقى زي السم، وده سبب انقراضات ضخمه، في حين ان باقي الكائنات اضطروا يتاقلموا او يختفوا من على الساحه. في ناس بتقول ان الحدث ده كان السبب في تحفيز ظهور اشكال الحياه المعقده بعد كده، بس برضه في وجهه نظر تانية بتقول ان الموضوع كان حتمي، ان الحياه المعقده كانت هتظهر في كل الاحوال حتى لو الاكسجين ما زادش بنفس الشكل اللي حصل. يعني زي ما اتعودنا الجدل العلمي ما بيخلصش. طيب زي ما كنا بنقول، بعد ما الاكسجين بدا يظهر بكميات كبيره في الغلاف الجوي الامور ما وقفتش عند كده، بالعكس ده كانت مجرد بدايه لتحولات ضخمه في الغلاف الجوي للارض. التحولات دي كانت ليها تاثير كبير على المناخ والحياه على الكوكب. اول حاجه حصلت بعد الحدث الكبير للاكسده هي زياده تدريجيه في نسبه الاكسجين في الجو. تمام احنا عرفنا، بس الموضوع ما خلصش هنا. في الوقت نفسه نسبه ثاني اكسيد الكربون بدات تقل، وده ادى لانخفاض درجات الحراره في الارض بشكل عام. طب ايه اللي حصل بعد كده؟ هل الامور بقت كول؟ طبعا لا. كانت في فترات شديده البروده معروفه باسم فترات الجليد، الايس ايجز. الجليد غطى معظم الكوكب، واحيانا كان بيوصل لخط الاستواء. في الحقيقه العلماء بيقولوا ان واحده من اهم فترات الجليد اللي حصلت خلال الفتره دي كانت مسؤوله عن تحفيز ظهور اشكال الحياه المعقده، لانه زي ما بنقول الضغط يولد الابداع. الضغط اللي حصل على الكائنات الحيه بسبب البروده الشديده وتغيير تركيب الهواء كان دافع قوي للتطور، وقتل كل الكائنات اللاهوائيه اللي ما كانتش مستعده للتغيير. واننا نقدر نقول ان دي كانت اول اباده جماعيه في تاريخ الكوكب. لكن برضو في جدال علمي، في علماء بيقولوا ان تطور الغلاف الجوي والاكسجين كان السبب في كل التطورات دي، وفي فريق تاني بيشوف ان التغييرات دي كانت نتيجه لعوامل تانية زي النشاط البركاني اللي فضل شغال طوال الفتره دي. بس مش كل حاجه كانت سودة. الاكسجين بدا يتراكم في الغلاف الجوي، والمعادن بدات تتاكسد وتترسب في قاع المحيطات، وده اللي ادى لظهور طبقات الحديد النطاقي، الباندد ايرون فورميشنز، وللحد النهارده تعتبر واحده من اهم الادله الجيولوجيه على التغيير الضخم. ومن هنا الارض دخلت في مرحله جديده تماما، البروتيروزويك، الظهر اللي هتبدا فيه القارات تتشكل والهواء يبقى انضف والحياه تاخد اول خطواتها ناحيه التعقيد. الفتره دي كانت زي المسرح اللي بيجهز نفسه لاستقبال اول الابطال الحقيقيين في قصه الحياه على الارض. يعني لو حبينا نبسط الموضوع، نهايه الاركيان وبدايه البروتيروزويك كانت زي اول مشهد في مسرحيه بيبتدي بممثلين ثانويين قبل ما الابطال يظهروا. الكائنات ما كانتش لسه واخده وضعها تمام، لكن كل الظروف كانت بتتظبط علشان المستقبل يبقى جاهز لظهور الكائنات اللي هتحكم الارض بعد كده. وده ياخدنا لسؤال حلقتنا، ايه اللي حصل في الفتره دي بالتحديد؟ وازاي اتحولت الارض من عالم بسيط كله ميكروبات لعالم ابتدى يشوف ظهور اول الكائنات المعقده؟
اولا تعالوا نتكلم عن التطورات اللي حصلت في الارض. فاكرين ايه هي الكرتونات؟ لا مش الكراتين، الكرتونات هم النواه القديمه اللي بتتبني عليها القارات، زي كده ما نقول حجر الاساس، ودي عباره عن حتت من القشره الارضيه فضلت ثابته لمده طويله وبطلت الفرق بتاع الصفائح التكتونيه. دلوقتي السؤال هو امتى بدات الحاجات دي تتشكل؟ هل في الظهر الاركي اللي بدا من 4 مليار سنه ولا في البروتيروزويك؟ ده سؤال ظريف. نبدا. الناس اللي بتقول ان الكريتونز بدات في الظهر الاركي بيقولوا ان الكريتونز دي كانت بتتشكل من الحمم اللي كانت بتبرد وبتعمل طبقات سميكه من القشره، وطبعا حصلت عمليات اندماج بين الطبقات دي بعد كده كونت القرن. لكن الفريق الثاني اللي بيقول ان الكريتونز دي فعلا بدات في البروتيروزويك بيرد عليهم: يا جماعه القشره الارضيه كانت لسه في مرحله النضوج في الظهر الاركي، يعني كانت بتتكون وتتفك، لكن في البروتيروزويك الامور استقرت اكتر، وده اللي خلاه فعلا بدايه تكوين الكريتونز اللي نعرفها النهارده. في ناس بقى هتقول طب ايه الفايده اللي اخدناها من الموضوع ده؟ يعني احنا قاعدين نناقش امتى الكريتونز دي بدات ومش عارفين نوصل لحاجه. الفايده يا بيبي اننا لو فهمنا ازاي القارات دي اتشكلت هنفهم ليه الطبيعه اللي حوالينا عامله كده النهارده، وليه الجبال دي اتكونت في اماكن معينه، وليه الارض ليها الشكل اللي هي عليه دلوقتي. طيب خلينا نسيب الكريتونز دي على جنب شويه ونسال ايه اللي حصل بعد كده؟ كده بقى عندنا كرتونات صح؟ طب ايه اللي حصل؟ اللي حصل انه الحديد كان ملك الموضوع. تبص على الحمم المنصهره تلاقي الحديد، تبص على المحيطات اللي بتتكون تلاقي الحديد، تسال الاكسجين ناقص في الجو ليه؟ يقول لك اصل الحديد عايز يتاكسد فخد الاكسجين. النظريات بتقول انه زمان وقبل حتى ما الارض تتكون كان الكون مليان نجوم عملاقه اكبر بكتير من شمسنا. النجوم دي كانت بتشتغل كمصانع للعناصر، بتحول الهيدروجين لهيليوم، وبعدها العناصر اتقل زي الكربون والاكسجين لحد ما توصل للحديد. بس الحديد مش عنصر عادي، لانه اخر حاجه ممكن يحصل لها اندماج نووي جوه النجم. بمجرد ما الحديد يتكون النجم بيدخل في مرحله انهيار كارثي، وبيحصل انفجار رهيب بنسميه المستعر الاعظم، السوبر نوفا. الانفجارات دي هي اللي بترش الحديد في الفضاء، والحديد اللي في كوكبنا النهارده هو في الحقيقه بقايا من الرشات دي. بعد ما بدأ النظام الشمسي يتكون كان الحديد واحد من أهم العناصر اللي جمعت الغبار والغازات مع بعض علشان تشكل الكواكب، ولأنه عنصر تقيل جدا كان عنده ميزة خطيرة. لما الأرض كانت في حالتها المنصهرة بدأ الحديد يتحرك بسبب جاذبيته العالية واتجمع في لب الكوكب زي ما اتكلمنا في الحلقتين بتوع الظهر الهادي. الحديد اللي في اللب ده لعب دور ضخم في تثبيت المجال المغناطيسي للأرض اللي من غيره كان الغلاف الجوي هيطير والإشعاعات الشمسية كانت هتدمر أي فرصة للحياة. لما الأرض بدأت تهدى والوشاح بدأ يتكون، الوشاح خد في إيده شوية حديد علشان يكون الصخور المنصهرة اللي هتكون القشرة. ولما بدأت الأرض تبرد الحديد اللي موجود في الوشاح والقشرة دخل في تفاعلات مع السيليكات وبدأ يكون معادن وصخور جديدة زي البازلت والجرانيت اللي كانوا حجر الأساس في بناء القارات. العلماء بقى مختلفين كالعادة على التوقيت. في ناس بتقول إن الانفجار الحديدي البيج ايرون بوم ده حصل في الظهر الأرضي، وناس ثانيه بتقول لا ده كان في البروتيروزويك. اللي حصل هو اننا شفنا تكوين ضخم من طبقات الحديد النطاقي الباندد ايرون فورميشنز اللي ابتدينا بيهم الحديد. دول عباره عن طبقات من الحديد والسيليكا اللي اتكونوا في قاع المحيطات، اتاكسدوا وعملوا التكوينات دي. الفريق اللي بيقول ان الانفجار ده حصل في الظهر الاركي شايفين ان اكسده الحديد اتاخرت نتيجه نقص الاكسجين في الغلاف الجوي. الحديد اللي كان موجود اصلا ما كانش بيتاكسد بس كان بيتراكم في المحيطات. بعد كده حصل تفاعل كبير بين الحديد الدايب في المحيطات والاكسجين اللي بدا يظهر، فالحلوين دول اتحدوا وطلعوا لنا الحديد على شكل البي اي اس. بس الحديد كان موجود في البحر من الارض. لكن الفريق الثاني اللي بيدعم فكره ان الانفجار ده حصل في البروتيروزويك بيقول يا جماعه الموضوع اكيد مش كده، كان في تزايد ملحوظ في مستويات الاكسجين من الاول، وده اللي خلى الحديد يتاكسد ويترسب بالشكل ده من يوم، فالبروتيروزويك هو اللي شاف الانفجار. يعني باختصار هل الحديد كان ملك في الظهر الاركي ولا في البروتيروزويك؟ الاجابه بكل بساطه مش محدده بشكل قاطع، كل فريق عنده حججه، وده بيعلمنا ان التاريخ عمره ما بيكون خط مستقيم، دايما في لولوه هنا وهناك. لما نرجع ونبص على كل اللي حصل من انفجارات النجوم لرحله الحديد في الكون لقدرته على تشكيل الارض، نرجع ونبص الايه في سوره الحديد في 7 كلمات على الماشي. القران بيقول وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس. كلمه انزلنا دي بالذات مثيره جدا، لانه علميا الحديد اصلا ما اتكونش على الارض، ده نازل من انفجارات نجميه، وكأن الايه بتوصف الحقيقه دي بادق صوره. تعالوا نشوف بقى ازاي القشره دي اتكونت وايه اللي حصل في فتره طويله جدا بدات من 2.5 مليار سنه ومستمره لحد النهارده. القشره الارضيه اتكونت من خلال عمليات جيولوجيه مختلفه، منها الاندساس، السبدكشن، والضغط والتراكم، وده خلى القشره تتكون على شكل صفائح تكتونيه. يعني كان عندنا حاجه زي شويه الواح خشب كبيره بتتركب في بعض. لكن الموضوع ما كانش سهل. الدهور المختلفه شافت تغييرات كبيره في القشره دي، من التكوينات الاوليه في الظهر الاركي الاركيان ايون لحد البروتيروزويك. كانت القشره الارضيه بتتشكل وتتغير باستمرار، وكانها بتروح الجيم تتمرن كل يوم وتبقى اقوى كل يوم. تفضل تتمرن وتبقى اقوى لحد ما جه الوقت وشفنا اول القارات العظمى اللي ظهرت. تعالوا نتكلم عن بلبارا وكينورلا، اول القارات العظمى.
دول ظهروا من 3.6 مليار سنة ل 2.1 مليار سنة، يعني تقدروا تعتبروهم الجدود الأوائل لكل القارات اللي بنشوفها. فالبارا وتيمور لاند كانوا أول المجموعات القارية اللي ظهرت بسبب حركة الصفائح التكتونية، والبارا ظهرت الأول وبعد كده تيمور لاند جت في الصورة. تخيلوا كده الأرض كان شكلها إيه؟ كله كان عبارة عن مجموعة قارات ضخمة متجمعة مع بعضها، حاجة كده زي الولايات المتحدة القارية، واللي بيشكلوا أول قوة عظمى في التاريخ في عالم معظم سكانه من الأحجار والمعادن. فولبارا كانت زي تجمع قاري بدائي، لكن تيمور لاند كانت أكبر وأحدث شوية. بس زي أي قوة عظمى في التاريخ هيظهر ليها منافس، بعد شوية الكائنات الحية هتظهر وتنتشر وتغير كل حاجة. زي ما تقولوا كان عندنا عهد الأحجار اللي خلاص قرب ينتهي، وكما هو الحال دائما الكائنات التكتونية فولبارا وتيمور لاند مش هيفضلوا مع بعض لفترة طويلة. القارات دي بدأت تتحلل وتتفكك بسبب النشاط التكتوني والتغييرات البيئية. دول كانوا أول سوبر كونتيننتس، بس بعد ما اتفككوا ظهرت لينا رودينيا اللي حكمت الأرض من حوالي 1.3 مليار سنة ل 750 مليون سنة. دي كانت فترة مليانة تغييرات جيولوجية غيرت شكل كوكبنا تماما. رودينيا كانت عبارة عن تجمع ضخم من القارات في فترة من الزمن، يعني لو كنتوا عايشين في الوقت ده كان ممكن تشوفوا قارة واحدة عملاقة تعتبر هي الأرض. القارات اللي كانت متفرقة قبل كده اتحدت مع بعض تاني، وكأنهم قرروا يعملوا مسرحية لمة العيلة في مسرح التاريخ الجيولوجي. تكوين رودينيا بدأ تقريبا قبل 1.3 مليار سنة، ولما وصلت لقمة استقرارها بال1.1 مليار و750 مليون سنة فاتوا كانت متوسطنة حوالين خط الاستواء، بمعنى ان معظم اراضيها كانت في مناطق دافيه نظريا. الوضع ده كان ممكن يخلي المناخ دافي اكتر ورطوبه اكتر، مع ارتفاع في نسبه ثاني اكسيد الكربون في الغلاف الجوي، وده اللي بيخلي العلماء يعتقدوا انه ساعد في دعم تطور الكائنات وانتشار البيئات البحريه الضخمه، وهي البيئات اللي ساعدت على ظهور الحياه متعدده الخلايا لاول مره. يعني باختصار رودينيا مش بس كانت مجرد تجمع للقارات، دي ممكن تكون مهد الحياه المعقده. لكن زي اي علاقه في القشره الارضيه رودينيا ما صمدتش لفتره طويله. التكتونيات الأرضية كانت دايما بتتحرك زي محمد صلاح وترقص أي حد، وبدأت القارة العملاقة تتفكك وتتفرق. التغييرات في حركة الصفائح التكتونية فككت رودينيا وكونت قارات جديدة. يعني الخلاصة من بداية الزمن وكل حركة تكتونية كانت زي انتقالات يناير بتغير شكل القارات. تفكك رودينيا ده أدى لظهور سوبر كونتيننتات جديدة وتركيبات قارية مختلفة، وهو ده اللي شكل القارات اللي بنشوفها النهارده. كمان ممكن يكون اتسبب في انخفاض كبير في درجات الحرارة، والنتيجة دخول الأرض في واحدة من أقصى العصور الجليدية على الإطلاق، واللي هنتكلم عليها بالتفصيل في الحلقة الجاية. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا، يا رب تكونوا اتسليتوا واستفدتوا. لو عجبكم الفيديو انزلوا تحت الفيديو ودوسوا على كل الزراير اللي يقدركم عليها ربنا ما عدا الديسلايك، وكمان خدوا لفة في المصادر وقولوا لي لو من خلال قرايتكم وصلتوا لمعلومة أو وجهة نظر مختلفة. أما بقى لو حابين تتعمقوا أكتر بس مش درجة المصادر يعني، ممكن تشتروا الكتاب التفصيلي للبحث اللي عملناه للحلقة دي. استنوني الحلقة الجاية هجيب لكم رابط الكتاب. الكتاب مليان تفاصيل ومعلومات اكتر حبتين من اللي في الفيديو. ده مش كلامي، اشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله. سلام.